في 1745 ميلادية هيتولد في مدينة ملاوي في محافظة المنيا في صعيد مصر واحد من أكبر الخونة في تاريخ مصر، وهو المعلم يعقوب حنا. فتعالوا يلا نشوف ازاي هيتحول يعقوب حنا من مجرد معلم وتاجر بسيط لجنرال كبير في الجيش الفرنسي والذراع اليمنى للحملة الفرنسية في مصر، ونتعرف كمان ازاي هيكون جيش كامل مسلح من الشباب المسيحيين، وازاي الجيش ده هيتسبب في اذى تاريخي للمقاومة المصرية، وهنعرف ازاي الجيش ده هيصبح الذراع الطويلة للحملة الفرنسية في مصر، وهنعرف كمان ازاي هيصطدم يعقوب حنا برجال الكنيسة المصرية بسبب سلوكه السيء، وهنشوف كمان ازاي كانت نهايته عجيبة ومثيرة. نشأ يعقوب حنا في محافظة المنيا بصعيد مصر في أسرة مسيحية ميسورة الحال. تعلم المواد الدينية المسيحية في أحد الكتاتيب الدينية المسيحية، وإلى جانب المواد الدينية تعلم القراءة والكتابة والحساب. عمل أولا مع مجموعة من أبناء طائفته المسيحية في جمع الضرائب حتى أتقن هذه المهنة إتقانا شديدا، ثم بعد ذلك التحق بالعمل مع سليمان بيك أغا قائد القوات الانكشارية العثمانية في مصر، فعمل مساعدا له. ونتيجة لعمل يعقوب حنا مع سليمان بيك تكونت لديه ثروة طائلة. وعلى الرغم من أن يعقوب حنا كان مسيحي متعصب إلا أنه اصطدم برجال الكنيسة المصرية بسبب أفعاله السيئة التي كانت تخالف تعاليم المسيحية. وعندما جاءت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت كان يعقوب حنا في 53 من عمره، وقد تكونت لديه ثروة طائلة من عمله مع سليمان بيك. استعان نابليون بونابرت ببعض المسيحيين المشهورين لجمع الضرائب والإتاوات من المصريين، فعين نابليون تاجر مسيحي مشهور يسمى المعلم جرجس ليكون مسؤولا عن تنظيم الموارد المالية للحكومة، حيث كان من سياسة فرنسا الاستعمارية هو استغلال الأقليات لتحقيق أهدافها. فاستعان المعلم جرجس بيعقوب حنا وجعله اليد اليمنى له في جمع الضرائب من المصريين، ومدحه وزكاه عند الجنرال الفرنسي ديساييه أحد أكبر قادة ومساعدين نابليون، حيث ستنشأ علاقة صداقة حميمة بين يعقوب حنا والجنرال ديساييه. استعان الجنرال ديساييه بيعقوب حنا في الحملة الفرنسية الشهيرة على الصعيد، حيث كان يعقوب حنا على علم بالموارد المالية والإدارية بالإضافة لمعرفته الجيدة بطرق الصعيد، فقام بتجهيز كل ما يلزم الجيش الفرنسي في حملته العسكرية الشهيرة على الصعيد، كما قام بتقديم أكبر الخدمات للفرنسيين والتي تمثلت في تأسيسهم جيش مسلح مكون من آلاف الشباب المسيحيين في مصر، حيث سيصبح هذا الجيش بعد ذلك الذراع الطويلة للجيش الفرنسي في مصر. ولما أثبت يعقوب حنا ولاؤه لفرنسا عينه الجنرال ديساييه قائدا في الجيش الفرنسي، وأعطاه جزء من الجيش الفرنسي بالإضافة إلى الجيش المكون من الشباب المسيحيين، ثم كلفه بشن حملة عسكرية قاسية على المماليك في الصعيد، فاصطدم مع المماليك في معركة عين القصية في أسيوط عام 1798، ونجح يعقوب حنا في هزيمة المماليك هزيمة ساحقة، فكافأه الجنرال ديساييه بأن أعطاه هدية عبارة عن سيف منقوش عليه اسم معركة القصية. ويستشهد المؤرخ المصري شفيق غربال على دور يعقوب حنا في خدمة الجيش الفرنسي برسالة أرسلها قائد الحملة الفرنسية في مصر الجنرال جاك فرانسوا مينو إلى نابليون في فرنسا، والتي قال فيها مينو: إني وجدت رجلا ذا دراية ومعرفة واسعة اسمه المعلم يعقوب حنا، وهو الذي يؤدي خدمات باهرة، منها تعزيز قوة الجيش الفرنسي في مصر بجنود إضافية من المسيحيين لمساعدتنا. وبعد إخضاع الفرنسيين أجزاء واسعة من الصعيد، تولى يعقوب حنا بعد ذلك جمع الضرائب من أهالي الصعيد، حيث كان يستخدم يعقوب حنا أبشع وأعنف الوسائل لجمع الضرائب من أهالي الصعيد، حيث كان يحرق ممتلكاتهم ويعتدي على أعراضهم سواء المسلمين أو المسيحيين. كما كان أهالي الصعيد يسمون الجيش الفرنسي في الصعيد باسم جيش المعلم يعقوب،
ولما قامت ثورة القاهرة الأولى استعان به الفرنسيين في قمع الثورة، فغادر للقاهرة وحول بيته في القاهرة إلى ما يشبه قلعة عسكرية، حيث بنى بوابة شديدة التحصين ووضع المدافع حولها ليصبح بيت المعلم يعقوب واحد من القلاع العسكرية الفرنسية في القاهرة. ولما تولى الجنرال كليبر قيادة الحملة الفرنسية في مصر وقامت ثورة القاهرة الثانية، جعل كليبر يعقوب حنا ذراعه اليمنى في مصر، ومقابل خدماته الكبرى أعطاه كليبر رتبة كولونيل في الجيش الفرنسي. وبعد مقتل كليبر تولى مينو قيادة الحملة الفرنسية في مصر، فقام مينو بمنح يعقوب حنا رتبة جنرال، وهي أعلى الرتب العسكرية في الجيش الفرنسي. غادر الجنرال ديسايي صديق يعقوب حنا مصر وقتل في حرب فرنسا مع إمبراطورية النمسا، فحزن يعقوب حنا حزنا شديدا على مقتل ديسايي، وطالب بأن يكون ثمن النصب التذكاري للجنرال ديسايي على نفقته الخاصة، كما كلف يعقوب حنا الأب رفائيل بكتابة قصيدة شعرية يقوم فيها برثاء الجنرال ديسايي ليرسلها إلى حكومة فرنسا. ومع نهاية الحملة الفرنسية غادر الجنرال يعقوب حنا مصر بعد أن جمع أمواله وجنوده من الشباب المسيحيين ورحلوا مع الحملة الفرنسية. وبعد يومين من ركوبه السفينة أصيب بالحمى ومات وهو في الطريق، وكانت وصيته قبل موته أن يدفن بجوار صديقه الجنرال ديسايي، ولكن تم إلقاء جثمانهم في البحر بسبب طول مدة السفر وعدم توافر وسائل لحفظ جثمانه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقة اللي جاية. سلام.